تعال شوف المصريين غيروا علينا. المصريين صار عندهم قوة عسكرية مرعبة يا باشا. لاقين حل، صار عندهم قوات جوية من مصادر شرق وغرب، دفاع جوي ومسيرات وغواصات وتدريبات قدام عيوننا، شايفينهم بعيوننا. شايفين المصري عم يتدرب، صاروا على الحدود. ترامب فرق جبينه هيك ورد هالغرة لورا وقال لنتنياهو رح نعمل اختبار، سأطلب بنفسي من الرئيس السيسي أن يستقبلوا الحصة الأكبر من أهالي غزة، وسأقدم لهم بعض المغريات، وسأرسل في طلبه في القريب العاجل. يا ابني اتصل في قصر القبة وحدد لي موعد لزيارة الرئيس السيسي إلى واشنطن. ايه وشو صار بعدين؟ اللي صار انه ترامب حدد موعد الزيارة بعد تصريحاته بترحيل أهالي غزة. الخارجية المصرية قالت إذا بده يناقش خطة غزة تبعه نحن آسفين، الله الغني عن هالزيارة. الملك الأردني وصل على موعد سابق، فترامب مثل عادته إنه ما عنده بروتوكول ثابت، أدخل الصحفيين من شان يباغت ضيفه ويحكي على الإعلام ويمرق فكرته عن موضوع غزة. لكن الملك كان أكثر حنكة وخبرة وقال إن الأردن يستضيف 2000 طفل فلسطيني للعلاج. يعني افهم يا حباب إنه نحن استقبلنا حالات إنسانية، ولكننا نرفض تهجير أهالي فلسطين خارج وطنهم. وترامب قال برافو الله يعطيكم العافية، وقال الأردن حجته قوية وتغدى فينا قبل ما نتعشى فيه. السعودية ما فينا نحشرهم كتير لأنه نفوذها في أمريكا أنا نفسي ما بقدر سيطر عليه. ما بقي غير نستنى زيارة الرئيس المصري رئيس الدولة الأكبر عربيا. مصر اعتذرت عن الزيارة، تأجل اللقاء، خربت الصحبة من أولها. الأمريكيين صبروا شوية وقت، توقعوا أنه العرب ما لهم بالعادة يتفقوا ويعملوا فيها وحدة عربية. صار لهم 70 سنة ما كانوا يعرفوا يتفقوا، هلأ خطر لهم يكونوا إيد وحدة. والكارثة أنه مصر هي الأكثر تشددا في الموضوع. الأمريكان لم يشعروا بالقلق، القلق كان في تل أبيب. إسرائيل وبشكل غير معلن سحبت الفيش، قطعت الكهرباء عن الخطة. يا معلمنا يا سيادة الرئيس الأمريكي كتر خيرك، كتر خيرك إنه عم تفكر تريحنا من الفلسطينيين، بس لا تبالغ بالضغط على مصر. الاتفاقية التجارية الاستثمارية تبع غزة رح تخرب اتفاقية السلام مع مصر. بتعرف شو يعني تنتهي اتفاقية كامب ديفيد يا سيادة الرئيس؟ بتعرف ولا منخبرك نحن؟